أهلا وسهلا بكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا على ألف خير. باختصار اليوم نتكلموا على فيزا شنغن بالنسبة للأساتذة. ألور أي أستاذ خدام في القطاع العام أخص بالذكر القطاع العام، شنو الوثائق اللي خصو باش يدفع فيزا شنغن؟ أول حاجة خصو الموعد الرونديفو، ثاني حاجة خصو الفورمولير الاستمارة ديال فيزا شنغن باش يعمر المعلومات ديالو، إضافة إلى ريزرفاسيون ديال لوطيل، ريزرفاسيون ديال بي ديال الطيارة، باسبور يكون ساري العمل به، يعني ما يكونش يعني منتهي الصلاحية، إضافة إلى تأمين السفر، ثلاثة الكشوفات البنكية زائد شهادة بنكية، إيطا دون انجاجمون و اتيستاسيون د سالير. هاد الوثائق كاملين كيجمعوهم وكيتجه للقنصلية ديال اسبانيا نهار الموعد، كيحط الدوسي ديالو. نتمنى ان شاء الله الاشتراك في القناة و لايك.